السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتالي اليوم عاد عليكم مقطع جديد. بما انه دخلنا فصل الشتاء، وبما انه دخلنا شهر ديسمبر وكل الايام صارت عادية. هذا اول شيء. ثاني شيء، وصلوا لنا 1000 مشترك قبل نهاية السنة، بأسرع وقت. وصلوا لنا 1000 مشترك قبل نهاية السنة، يرحم والدينكم. هذا ثاني شيء. ثالث شيء، أحب أتكلم عن موضوع لطامي بحر الشوق. لطامي بحر الشوق هذا ما أدري ليه منتشر في الفترة الأخيرة بين شبابنا وبناتنا، وكل الناس يعرفونه. ما في ناس من المنطقة الفلانية ما يعرف لطامي بحر الشوق غير أبو الترند. أنا ماشي أفقع للحبشة لو تبون. المهم، ترى ضاربة معي بشكل ما تتخيلونه. أولا، أنا ضاربة معي تلك الشخصيات، ما دام انه لطامي بحر الشوق هو اللي مغنيها. واحد اماراتي اسمه حسين الجسمي هو اللي مغنيها اصلا، وباخذ الموضوع بجدية انه لطامي بحر الشوق. انا متأكد 100% انه ضاربة علني، والترند مضروبة بشكل علني ولا يسكت على الجميع، وخاصة كل اللي يعارضه. معليش أنا كنت أثاوب. المهم، بالله في أحد يحط مزيكا؟ يا حبيبي، في فرق ما بين مزيكا وبدون مزيكا. بدون المزيكا هذه أو الموسيقى كلها مضروبة بعزب. أما اللي بدون المزيكا عادي لطامي، ويقعد لك لطامي لطامي ايش ألطم. قال ايش؟ قال ألطم. والشيعة هذول ايش يسوون؟ يسبون الصحابة ويسوون القبور ويطبرون ويحطون السيف على جبهتهم. يحطون السيف على جبهتهم لين يطلع دم، ويلطمون في المنطقة الفلانية، ويلطمون في 1000 حارة وحارة. ما أدري ليه يلطمون بحسب كل المصادر الموثوقة. طالعين يلطمون عشان علي بن أبي طالب وعياله الحسن والحسين، وكل عيال علي بن أبي طالب وأحفاده برضه، وعيال أحفاده. وعلى الأقل طبعا، فوالله أنا غلطان. المهم، أنا غلطان إني سويت هذا الترند على التيك توك ونشرته على التيك توك. وثاني شيء، تخيلوا كم وصل 476 مشاهدة على التيك مباشرة. ترى لولا عشان لطامي أنا كنت عارف. وأخرتها وش يقولون؟ أخرتها شي يقولون الناس؟ يقولون اللي يقولونه. بعد أصير عنيد هذه الفترة. لو إني عنيد والله أنزل الحبشة لو ممتاز. ولو ثالث شيء،
شو رايكم بالحلاقة؟ من بعد الحلاقة الزفت هذه، من أجمل يوم ما شعري كان مجعد. هاي كان لي أصفر، كان لي كدوشة. الحين صاير شعري نفس الشبه. يا سبحان الله، سبحانه. ولا في أحد يلاقي ترند أي شيء؟ يا حبيبي، أي ترند مصدره الرياض، وما أدراك ما الرياض. أهل الرياض كلهم متفاخرين بالبوليفارد وبالهبات اللي بالشمال، واللي يحطون أي شيء ببالهم. لو بعد مركز الملك عبد الله المالي، لا، والمشاريع اللي كلها يسويها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه. كأني والعياذ بالله أشوف كان لي طالع منها يا رجل، طالع منها مباشرة يا أخي، كلها بسبة التثاؤب يا أخي. طفشان، لا طفشان عشان لا تثاؤب ولا وش. الطابي بحر الشوق، استغفر الله. البلدي كل الناس اللي في البلد متغيرين ذولي ولا وش. لو أجيب البلدي وارقص والله أرقص بالبلدي لو تبون، بس أهم شيء فكوني من الترند، يرحم والدينكم. وإن شاء الله بنشر 20 ولا 30 مقطع بالنسبة لي. وش رايكم بالفكرة؟ 30 مقطع. لا بعد والله لو تبون فيلم لا أسوي. المهم، في ناس طالعين أنا متأكد 100% مشاهير وعندهم علامات وثيقة بالتوك توك واليوتيوب وكل وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بالتي هي أحسن، واخردها يسوي ذات ترند على على التيك توك وينشره فحسب. ليه التيك توك يجرى ولا وش؟ يا ليه الأطفال ذولي مزعجيني ولا وش. البلدي كله متغيرين. يا سبحان الله، بادر الناس وصلوا للقناعة. عشان ايش؟ وثاني شيء عشان يتأكدون من ذا الترند. أنا كنت متأكد 100% أن الترند ذا حقيقي وواضح وعلني وصارم، عشان الكل واصل لهذه القناعة. الكل وصل قناعة أنه الترند ذا واحد إماراتي هو اللي سواه، بعد ما قضى طول السنين يغني حسين الجسمي ذا يتصدر الترند. يا حبيبي، لو في مليون وشاح أتمنى يجيبون الوشاح اللي هو اسمه وشاح ملك الترندات، من ملوك الترندات المعاصرون في هذه الحياة الدنيا وما فيها. استغفر الله العظيم. صح، اليوم الدنيا صايرة كذا يا أخوان، مو كل ترند تركبونه. مو لازم أي ترند لازم تركبونه بأي شيء.
لا بالتي هي أي شيء. يا أنكم تنشرون مقاطع مفيدة تتميز، مقاطع مفيدة بالتي هي أحسن، ولا ما تنشرون المقاطع المفيدة كذا، ولا خلاص قضيت طول عمري أنا ولا فك باليوتيوب لا أستهين بأحد، وأقول لا تتدخل فيما لا يعنيك حتى تجد فيما لا يرضيك. وبس، كان هذا معكم بتولي. حطوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولو ما حطيت لايك برضو حط لايك. وبس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.